يا مساء الخير، تعالوا النهارده نعمل مع بعض صينية الفراخ بالبطاطس الجبارة دي، تحفة هتدمنوها مش هتعملوا غير الطريقة دي بعد كده. عندي كده فراخ متقطعة أجزاء وممكن تعمليها بالوراك وممكن تعمليها بالصدور زي ما انت عايزة، المهم ان انت تقطعي بس الفراخ كده قطع. الورك لوحده سليم عادي والصدر سليم وكل حاجة مفيش مشكلة خالص. أول حاجة بقى بنعملها إن احنا بنتبل الفراخ بالملح والفلفل الأسود شوية كده، فلفل أسود كده محترمين، ونتبل الفراخ بالملح والفلفل من جوه ومن بره ومن تحت الجلد. ده بقى اللي بيدي الطعم للفراخ. ليه بقى؟ عشان الفراخ لما هتديها الصدمة اللي هتشوفيها بعد كده دي، الملح والفلفل كده يبقى يعني داخل بين الأنسجة وتحسي كده بطعم التتبيلة حلوة فيه. عندنا بقى كمان طماطمتين كده متقطعين مكعبات، وعندنا بطاطس متقطعة مكعبات وهقول لك تعملي فيها ايه، وعندنا بصلتين كده محترمين برضو كبار متقطعين، وقرن فلفل حامي بارد زي ما انت عايزه. بندي الاول كده الفراخ صدمه على الجريل، او في الصينيه بتاعتك يعني صدمه كده، النار تكون عاليه قوي، تكوني حاطه معلقتين سمنه حلوين كده، سمنه بلدي طبعا، وتحمر لي الفراخ كده تحميره حلوه من ورا ومن قدام، من على الجلد ومن تحت الجلد كده لغايه ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. وكمان في معلومه كده عايزه اقول لك عليها بالنسبه للفراخ. الفراخ يا جماعه ما تتعملش نيه ابدا على الخضار. ليه بقى؟ لان الفراخ فيها ميكروب اسمه السالمونيلا، بكتيريا يعني اسمها سالمونيلا، وفي الايكولاي. فده يعني خطر جدا على الصحه، بتعمل تسمم غذائي. فيا ريت يا ريت محدش يعمل فراخ نيه، لازم الفراخ تاخد الصدمه دي. حطيت كده الفراخ بتاعتي في الصينيه اللي هعمل فيها بقى، ومش هرمي بقى السمنه، هقول لكم هنعمل فيها بقى ايه بعد كده. حطيت الفراخ وحطيت عليها البصل وحطيت عليها الفلفل الاخضر والطماطم، وبقلبهم كده كويس بعض. كل ده كده طبعا على النار بعد ما الفراخ اتشوحت كويس خدت الصدمه بتاعتها. نقلبها كده كويس قوي وعلى النار كده، على نار تكون حلوه عاليه كده، ونقلب فيها. والسمن بقى اللي كان في الجريل زودته ميه مغليه، ونزلت على الصينيه بالخضار بالفراخ، عشان هي دي اللي هتستوي فيها. غطيتها بقى كده شويه وسبتها عشان تغلي كده شويه. والبطاطس دي بقى المتقطعه مكعبات اللي حمرتها نص تحميره في الزيت، دي بقى اللي بتديها الطعم والتغليفه كده بتاعت البطاطس، اللي بتبقى البطاطسايه كده ماسكه نفسها كده على رأي الشيف الشربيني كده، يعني ليها شخصيه كده وما بتتهريش منك ابدا. جربيها وهتعرفي الكلام اللي انا بقوله ده. بتدي للبطاطس طعم جميل جدا جدا جدا. كده قلبتهم في بعض زي ما انت شايفه، سبتها بقى شويه طبعا كده تندمج كده في بعضها زي ما قلنا، وغطيت عليها وسبتها حوالي يعني ربع ساعه كده تقريبا. في كمان تركة حلوة قوي ممكن برضو تعملوها زي ما هتشوفوا كده دلوقتي. انا جبت معلقتين كده كبار صلصة حلوين، حطيت عليهم معلقة سمنة وشوية مية مغلية، وقلبتهم في بعض وشوية فلفل اسود، وحطيتهم كده على وش الصينية كده، علشان انا هسويها على النار من فوق، هغطيها واسويها على النار من فوق. لما تخلص تستوي خالص، هديها بس ايه وش كده تحت الشوايه في الفرن، عشان الفراخ بس يعني وشها يحمر بس. تمام كده، حطينا خلاص الصلصه، بوزعها كويس. لو مش عايزين تحمروا البطاطس ممكن تحطوها في صينيه كده في الفرن، بعد زي اللي بنعملها كده في الفرن من غير تحمير، او في الاير فراير، يعني زي ما انتوا عايزين، اللي ما بيحبش يعني الزيت او كده. بس هي بصراحة التحميرة دي بتديها طعم كده جميل، بتفرق في طعم البطاطساية نفسها، بتبقى متغلفة كده وبتبقى طعمها حلو، وكمان ما بتتهريش بتبقى طعمة قوي بصراحة. حطيت بقى الخلطة اللي قلت لكم عليها دي على الوش، بتفرق قوي في الطعم. دخلتها الفرن تحت الشواية بعد ما استوت طبعا. يا سلام على جمال الأكلة دي، الصوص بتاعها كده طعمه خرافي بصراحة. يعني خلاص انا ما بقيتش اعمل غير الطريقه دي دلوقتي، وكل بيطلبها. الطريقه العاديه خلاص ما بقيتش اعمل بيها خالص. يا جماعه الاكل ده زي ما بيقولوا نفس،
والتكنيك هو اللي بيفرق. يعني الصدمة اللي بتديها للفراخ دي بتفرق في الطعم، التحميرة بتفرق بتاعة البطاطس. في تكنيك كده بيتعمل، يعني في ناس هي الأكلة هي وهي الطريقة هي، لكن التكنيك بقى هو اللي بيفرق. دي طبعا بتيجي بالخبرة. ده أنا طبعا ما بوجهش كلامي للكبار، في ناس كبار طبعا ومحترفين في المطبخ. أنا بوجه كلامي للناس اللي هي ما عندهاش خبرة لسه، والبنات اللي لسه بتبتدي حياتها وبتدخل المطبخ تعمل لأول مرة أكلة. لو خدوا بالهم من التكات الصغيرة دي هتفرق معاهم جدا جدا جدا. مش كل حاجة توابل، مش كل حاجة توابل يا جماعة، لا، التكنيك نفسه والطريقة نفسها هي اللي بتفرق. الفراخ لما بتتحط نية بتنزل زفارة كمان مع الخضار، بتدي للأكل طعم مش حلو. يعني غير ان هو بيبقى ملوث تسمم غذائي، لا، هي بتديله كمان زفارة للخضار، بتديله طعم مش مستصاغ. فخلوا بالكم من الحاجات الصغيرة دي. دي كانت أكلتنا النهاردة، صينية بطاطس بالفراخ بتكنيك كده جديد، وبألف هنا.